مش كل الداتا في تحليل البيانات بتكون عبارة عن أرقام وأرباح وخسائر. 80% من الداتا بتكون عبارة عن نصوص. النصوص دي بيكون فيها أخطاء كتير. الأخطاء ديت بتكون عبارة عن إن هي تبقى فراغات، تبقى مسافات، حروف كابيتال، حروف سمول، دمج وفصل. احنا في حلقتنا النهاردة هنشوف مع بعض أسطورة ترويق وتظبيط النصوص في البايثون، وهو أمر ال str. أول كود معانا شغلنا النهاردة وهو ال str.upper أو .lower أو .title. دول ببساطة أمر الأبر بيخلي الحروف كلها كابيتال، أمر اللور بيخلي الحروف كلها سمول، وأمر التايتل بيخلي الحرف الأول من الكلمة يكون كابيتال. طب إزاي نكتبها؟ دي اف واحنا عايزين مثلا نخلي العمود ده كله كابيتال. دي اف العمود نستدعيه اسمه الكونتري. تمام. تطلع بره تقول له str دوت ابر. جاب لك هنا العمود كله بالشكل ده كده. طب وهنا لسه ما اتغيرش. طب لو انا عايز انقل العمود الجديد ده في الداتا هنا اعمل ايه؟ بكل بساطه انت بس هتنقل ده كده، كنترول سي. بالشكل ده كده احنا خلينا ده اسمه العمود الجديد بنفس اسم العمود القديم، بس ايه؟ يخليه ابر، يعني كله كابيتال. لو نفذت بالشكل ده كده هيجي مش هيظهر لك حاجه. تمام، لانه هنا احتفظ بالداتا. طب انت عايز تشوف الداتا اللي هو عملها، فانت تقول له دي اف كده. هو جاب الكانتري كلها حروف كابيتال. طب لو انا عايز اخليها سمول، انت بس هتقول له ايه؟ بس هنا تقول له لور. تمام. فهنا خلاها كلها ايه؟ سمول بالشكل ده. طب لو انت عايزها تايتل، تايتل يعني ايه؟ تبقى فورمال، يعني الحرف الاول من الكلمه يكون كابيتال. تمام. هنا جاب لي هنا اول حرف من كل كلمه كابيتال. تاني كود معانا وهو str.split. split يعني فصل. لو انا عندي العمود بتاع الايميل ده بالشكل ده، وانا عايز افصل من هنا من عند الاد جيميل دي اف، وهسمي مثلا، وهسمي العمود الجديد اللي انا عايزه يتحط، وليكن انا هسميه نيم، واقول له ايكوال. هتستدعي عمود الايميل ده، يعني هتستدعي العمود ده بتاع الايميل. خلاص. انت اكتب هنا ايميل. تمام. وهتقول له str دوت سبليت. دوت سبليت انت مش هتسيبها كده، انت لازم تحط الديليمتر، والديليمتر اللي عندنا هنا هو الاد، علامه الاد دي. فهنعملها ازاي؟ انت هتقول له شيفت اد كده، العمود ده يعني يحطه لي هنا كعمود جديد. فانا هقول له دوت اس تي ار، وهتفتح علامه الاعمده لما تشوف الاقواس المربعه دي فيعرف ان ده هيحط عمود. انت بس هتقول له دي اف بالشكل ده كده يظهر لك الداتا. تمام. لو هنيجي نبص هيجيبه في الاخر هنا النيم اهو بالشكل ده كده. ظهر عندي ان ده النيم. وبعد ما اخدنا كود السبليت وفصل الاعمده، ناخد كود دمج الاعمده. يعني آه، دمج الاعمده لو عندي عمودين مثلا، العمود الاول فيرست نيم والعمود الثاني لاست نيم، دول عاملين تقل في الداتا وداتا كبيره. فاحنا عايزين نخليهم هم يكونوا كالكاستمر نيم مثلا. فانا اعمل الكود ده ازاي؟ يعني مثلا لو عندي هنا الكاستمر فيرست نيم بالشكل ده والكاستمر لاست نيم، انا عايز ادمج الاثنين دول مع بعض. اكتب الكود ازاي؟ لا، هنا احنا بنعمل له ايحاء ان انت هتجمع العمودين، فانت هتحط علامه زائد. انا عايز عمود جديد اسمه الكاستمر دي اف. خدنا اسم العمود الاول اللي احنا عايزين ندمجه، ولاحظ الترتيب. يعني انت عايز تدمج ده الاول مع ده، هتقول له الايحاء البسيط اللي انت هتعرفه ان ده ان انت كده هتجمع. تقول له بلس، تفتح علامتين تنصيص، تعمل بينهم سبيس، تعمل بلس تاني، تكتب العمود التاني دي اف
customer last name. العمود هيظهر في الاخير هنا، الكاستمر نيم ودمج الاسمين مع بعض. دمج الكود اللي بعد كده معانا وهو امر str.replace. replace يعني انت هتستبدل قيمه مكان قيمه. لو عندي الفون نمبر بالشكل ده فيه تل نقطتين والرقم، وانا بس عايز الرقم ده، يعني مش عايز تل دي، فانا المفروض ان انا استبدل تل نقطتين بولا حاجه. فانا اعملها ازاي؟ انت هتقول له دي اف، تقول له اسم العمود الجديد اللي انت عايز تطلعه، فانا هخليه برضو هو الفون نمبر. تمام، هخليه هو الفون نمبر. تمام، وهاخده. طيب، بعد كده هحط امر str.replace. ماشي. جوه الاقواس بقى انت هتستبدل ان انت لازم تكتبها زي ما هي، تل نقطتين بالشكل ده كده. طيب، وبعد كده انت هتقول له استبدلها لي بولا حاجه، فانت هتفتح علامتين تنصيص وبس. وبعدين اظهر الداتا. تمام، بالشكل ده. زي ما احنا شايفين هنا، امر الريبليس شال تليفون التل وحط الرقم بس من غير اي حاجه. اخر كود معانا النهارده في الاكواد الخاصه بالنصوص الاس تي ار هو str.slice. str.slice ده هو لو انت مثلا عايز عدد معين من الحروف هو اللي يظهر لك. يعني مثلا انت عايز هنا اول 5 حروف، اول 6 حروف هي اللي تظهر لك من الكلمه، والباقي انت مش عايزه. ده اشبه، يعني هو شبيه شويه بالسبليت. يعني بدل ما بيفصل انت بتاخد اللي على قدك وبتسيب الباقي. فامر سلايس بنكتبه ازاي؟ انت مثلا عندك لو انا مثلا عايز اخد اول 4 حروف من كل كلمه في العمود ده او في العمود ده. تمام. طيب، فانا هقول له دي اف العمود اللي عندي، وليكن الكاتيجوري. تمام، دوت str دوت سلايس. تمام، بالشكل ده. وهتفتح قوس وهتقول له انا عايز من صفر لحد وليكن 4. عايز اول 4 حروف بس. فهو هنا هو مش هياخد اول 4 حروف بس، وكده هيظهر لك 5 حروف، لان صفر هيكون حرف، 1 حرف، 2 حرف، 3 حرف، 4 هيبقى الحرف الخامس. وهيجيب لك تعرفنا على اهم اكواد تنظيم وتظبيط النصوص في البايثون لتحليل البيانات، ابر واللور والتايتل والسبليت والريبليس والسلايس. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده.